كلاسيكو الأرض، نهائي السوبر واللقاء الذي سينقسم فيه العالم لنصفين. لكن السؤال الأهم الذي يشغل بال كل مدريدي الآن، هل سيبدأ كيليان مبابي أساسا غدا ليدمر دفاعات برشلونة أم تشافي ألونسو رأي آخر؟ اليوم سأكشف لكم التشكيلة المسربة والمرعبة للملكي ريال مدريد في مواجهة برشلونة غدا بالجدة. استعدوا لأن الهجوم هذه المرة غير مسبوق. حراسة المرمى لا صوت يعلو فوق صوت الأخطبوط تيبو كورتوا. أما المفاجأة في الدفاع فهي ثنائي دين هايسون شاب بجانب العملاق أنطونيو رودري. تعود الغيابات على الأطراف، نرى فالفيردي في الدور الدفاعي. هجوميا ألفارو كاريراس الذي يواجه أصعب اختبار في مسيرته. في المحور الأرض قرر ريال مدريد وضع سد منيعا مكونة من 2 فرنسيان، تشاوميني وكامافينكا. هذه الثنائي هدفهما القتل هجمات برشلونة في مهدها وتأمين التغطية الكاملة للربع الهجومي الناري. أن نأتي لصناعة المتعة خلف المهاجم. لدينا ثلاثي مرعب، رودريغو على اليمين، فينيسيوس جونيور على اليسار، وفي القلب المحرك جواد بيلينغهام. هؤلاء الثلاث سيمدون الكرة للرجل الذي ينتظره العالم الأجمع، كيليان مبابي الذي يقود رأس الحرب وحيدا. تخيلوا سرعة فينيسيوس مع مهارات بيلينغهام وإنهاء مبابي. هل يمكن لأي دفاع أن يصمد؟ تشكيلة متوازنة جدا تجمع بين القوة البدنية والسرعة الفائقة. هل تعتقدون أن هايسون وكاريراس سينجحون في الصمود أمام الضغط برشلونة؟ ومن سيسجل الهدف الأول للملك؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ليصل لكل مدريدي